التقدم العلمي في التحاليل الطبية مفيد، مفيش كلام. لكن في تحاليل رنانة أساميها حلوة قوي زي اختبار جينات بتستخدم خطأ وبتطلب خطأ. النهاردة هكلمكم على التوصيات العالمية لطلب تحليل جينات حمى البحر الأبيض المتوسط. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. أولا، يعني إيه اختبار جينات؟ يعني بنعمل اختبار نبص فيه على جين معين، عارفين ان الجين ده بيبقى فيه مشكلة في المرضى اللي بيعانوا من مرض معين. يعني مشهور في حمى البحر الأبيض المتوسط ان الجين دايما اللي فيه مشكلة هو جين اسمه MEFV، وبالتالي بنعمل اختبار جينات علشان نشوف الآتي: واحد، الجين متماثل ولا غير متماثل؟ تفرق كتير؟ تفرق كتير قوي. اتنين، بنشوف كمان 14 ترتيب للجينات. ال 14 دول عارفين منهم 9 بيعملوا ايه و5 مش عارفين ان هم بيعملوا ايه. طب الجين ده فيه فوق ال 300 ترتيب، وبالتالي بيبقى مهم جدا انك انت بتطلب التحليل تطلب التحليل وتقول انا عايزه علشان شاكك في كذا اللي هي حمى البحر الابيض المتوسط. طب هو التحليل ده يؤكد او ينفي؟ الحقيقة التشخيص، وبعدها تاني في كذا فيديو، تشخيص حمى البحر الأبيض المتوسط بالتاريخ المرضي والاستجابة للكولشيسين. لكن اختبار الجينات يساعد لو كان بس متماثل أو كان في فرد في العيلة أو أكتر من فرد عنده وأنت عايز تعمل اختبارات جينات عشان تتابع بقية أفراد الأسرة. يبقى لازم يكون متماثل ويكون نوع معين من 3 أنواع، أو أحيانا في بعض الدراسات بيوصلهم ل6 مشهورين ان هم يعملوا حمى البحر الابيض المتوسط. وكمان مهم كمان ان يكون في اعراض، يعني لو ما فيش اعراض مش هشخص برضه حمى البحر الابيض المتوسط، اقول ان عنده استعداد، وكل اللي اعمله ان انا اتابع واشرح للاب والام او اشرح للراجل او الست ايه هي الاعراض عشان لو حصلت تجيلي. طب لو غير متماثل والاعراض موجوده واستجبنا للكولشيسين هنشخص حمى البحر الابيض المتوسط حتى لو الجين اختباره سلبي. وبالتالي ما بنطلبوش غير في اوضاع معينه، واحنا دكاتره الروماتيزم او دكاتره الاطفال اللي تخصصهم طبعا الحميات وحمى البحر الابيض المتوسط هم اللي بيعرفوا يقروا التحليل ده. فما تجروش وتعملوا التحليل ده في المعمل بناء على راي اي حد غير متخصص، ودمتم سالمين.